اليوم سوف نتحدث عن قضية أثارت الجدل في الشارع الجزائري، وهي قضية ابتسام حملاوي، رئيسة المرصد الوطني للمجتمع المدني ورئيسة الهلال الأحمر الجزائري. القضية تفجرت بعد سلسلة من الشهادات والاتهامات صدرت عن قيادين ومسؤولين سابقين عملوا معها، تعرضوا للظلم وتجاوزات وسوء معاملة واستغلال النفوذ بطريقة بشعة جدا. بداية القضية عندما خرج القيادي السابق في الهلال الأحمر الجزائري والناشط الجمعوي والمدني بولاية سكيكدا ياسين بن شطاح في تسجيل مصور له نشره عبر منصات التواصل الاجتماعي وصفحته في الفيسبوك. تحدث فيه ياسين عن مساره داخل المنظمة وما وصفه بالظلم والحجرة من طرف ابتسام حملاوي. وقبلها ثار جدة واسعة بعد سجن الكاتبة سليم ممليسي التي سجنت بسبب منشور تناولت فيه ابتسام حملاوي وأدى بحملة تضامن واسعة معه، ثم أطلق سراحها في انتظار محاكمتها. بن شطاح تحدث في فيديو عن حقائق وعن نفوذ شخصي لابتسام حملاوي على مستوى مصالح الدرك الوطني وأجهزة القضاء، وطالب الدولة الجزائرية بفتح تحقيق وإنصافه. ثم التحقت أصوات أخرى بالقضية، أبرزها مسؤولة سابقة في الهلال الأحمر الجزائري تدعى هاجر زيتوني، التي تحدثت عن تعرضها لإهانات لفظية وقرارات تعسفية وأنها عاشت ضغط رهيب من قبل ابتسام حملاوي. في نفس السياق طالب مجموعة من الحقوقيون ومحامون إلى فتح تحقيق عاجل لإثبات الحقائق. لمن يعرف ابتسام حملاوي فهي طبيبة عاشت فترة خارج البلاد، عرفت بمساندتها للعهدة الخامسة، ومن الداعمين للرئيس السابق عبد العزيز بوتفليقة، وعرفت بتصريحها المستفز أيام الحراك قائلة آنذاك أن الحراك والمظاهرات الشعبية في العاصمة يحرمها من القيلولة. اليوم تقف الدولة الجزائرية أمام اختبار حقيقي. رئيس الجمهورية سيد عبد المجيد تبون، والذي صرح خلال حملته الانتخابية الأولى وأعطى 54 التزاما، من بينها تحقيق العدالة الاجتماعية، وقال أنه هو نفسه كان ضحية الظلم من طرف ما أسماه بالعصابة.